الله الرحمن الرحيم. تبدأ المناظرة الكبرى. تعريف الإمامة، هل الإمامية قدرية في أفعال العباد ولا جبرية؟ يعني ايه قدرية وجبرية؟ أنا هحلها لك في هما كلمتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وآله. أنت مطالب بدليل قطعي صحيح صريح خالي عن المعارضة. أنا أريد تعريف الإمامة عند الشيعة. أنت هتفضل تسأل طول ما احنا قاعدين؟ عرف لنا الإمامة التي تؤمن بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله تعريف الشخص يعني. أنا ما أريد آراء الشخصية، أنا أريد التعريف من خلال التعريف ليس من خلال الحكم. أنا أعرف ولكن مش عايز أجاوبك. هل ابن مسعود يحلل ويحرم؟ هل الإمام يأتيه الوحي؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم رشح أبا بكر ليصلي بالناس؟ هل أنت قادر على إثبات إمامة علي بعد النبي مباشرة؟ لا لا أنا عارفه، ما أعرفش أكتر من كده. وعلي قال قد ارتضاه لديننا أفلا نرتضاه لدنيانا؟ ما أعرفش والله، المزاج مش عايز أجاوب. أنت الآن تتهم عليا بالجبن، هل أنت مستعد أن تناقش وتثبت إمامة علي بن أبي طالب؟ تعرف إمام زمانك؟ أنت تعبتني يا أخي، بقالك نص ساعة تسمع. ما الذي يأتي على الإمام أو ما هي علاقته بالله؟ مش هجاوب على السؤال ده. ما الفرق بين معرفتك للمهدي ومعرفتي أنا؟ وأنا جاي تسألني في امتحان، ما تتكلم يا عم عن الإمامة بقى. أنت تؤمن بهذا القرآن؟ نعم. والذي يقول بالتحريف ماذا تقول فيه؟ ويبدو أن الأستاذ خالد مش مستعد هذه الليلة. لا مش مستعد. خلال هذه المناظرة أنت المطالب بالدليل ليس نحن. أنا مش قادر أفهم أنتوا عايزين. والله يا سيدي أنا مش عارف أنت جايبين الأستاذ ده منين بصراحة.